خاض قائد أتلتيكو مدريد كوكي ريسوكسيون مباراته رقم 600 مع الفريق المدريدي على مدار 14 عاماً منذ ظهوره الأول في سبتمبر 2009 أمام برشلونة على ملعب كامب نو، ليصبح اللاعب الأكثر ظهوراً مع الفريق عبر تاريخه. موضوعات مقترحة. شارك صاحب 31 عاماً كأساسياً في انتصار فريقه الصعب على مايوركا من 1-0 ضمن الجولة 14 في الليغا، قبل أن يستبدل في الدقيقة 63 وينزل بدلاً منه الأرجنتيني رودريغو دي باول. وقوبل اللاعب المخضرم بحفاوة كبيرة من جماهير سيفيتاس ميتروبوليتانو قبل بداية مباراة مايوركا، بعد ظهور هذا الرقم القياسي على شاشة الملعب، وكذلك الحال عندما تم استبداله في الشوط الثاني. وظهر كوكي بقميص الرخي بلانكوس للمرة الأولى أمام الفريق الكاتالوني كبديل في الدقيقة 70، ليصبح خلال 14 عاماً الأكثر تمثيلاً للأتلتي، بواقع 428 مباراة في الليغا، و89 في دوري الأبطال، و46 في كأس الملك، و29 في الدوري الأوروبي، و6 في كأس السوبر الإسباني، ومباراتين في كأس السوبر الأوروبي. وتوج كوكي على مدار تلك الأعوام ب8 ألقاب، بواقع لقبين في الليغا، ولقب في كأس السوبر الإسباني، ومثله في كأس الملك، ولقبين في الدوري الأوروبي، ومثلهما في كأس السوبر الأوروبي.